بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ممن حلموا ليلة القدر، وألا نكون خرجنا من ديوان العتق من النيران، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذا آخر عهدنا بصيام رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا أعواما عديدة وصياما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. النهاردة مش هنتكلم في حديث قدسي جديد، ولكن ملخص الموضوع كله. سؤال لابد ان احنا نسأله لنفسنا كلنا: هو ليه ربنا ما عرفناش كل واحد هيموت امتى؟ عشان احسن عمل يفضل الاستمرار ويفضل الخوف من ربنا. طيب انت تعرف رزقك بكره ايه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. طب ليه ما عرفناش سيدنا النبي ليلة القدر؟ عشان الاجتهاد، صح؟ وده لكن السبب ايه اللي حصل؟ الواقعة اللي حصلت، في واقعة حصلت قبلها، وعشان كده سيدنا النبي ونسيها. وده المقصد من الله يكرمك. الاثنين الصحابيين اللي اتخاصموا، فخرج سيدنا رسول الله عشان يقول للناس ميعاد ليله القدر، فلما لقى الاثنين بيتخاصموا وقف يصلح ما بينهم سيدنا النبي. على ما اصلح ما بينهم ربنا نساه ميعاد ليله القدر. حكمه الله سبحانه وتعالى. عارفين ليه؟ لو انت عرفت انت هتموت امتى، البعيد يعني هيبقى افجر رجل في الدنيا. ليه؟ هو عارف هيموت امتى، فهيموت يوم 5 شهر 5 سنة 25. احنا لسه في شهر 4 في 24، لسه قدامك سنة يا عم الحاج. كده كده قبل ما تموت بيوم روح اعمل العمرة وموت في الكعبة. الله، ده المدخل بتاع الكلام بقى. ونفس الحكاية بالظبط، لو انت عارف رزقك اللي جاي بكرة هتنتخ تقعد في بيتكم، مش هتشتغل، لان انت عارف ان رزقك جاي لك، ربنا وعدك بحاجه هيجيبها لك، صح ولا لا؟ فما فيش شغل، الدنيا كلها تركن على جنب، يبقى ما فيش اعمار كون بقى، ما فيش فامشوا في مناكبها وكلوا، ما فيش اخذ بالاسباب، ما فيش. طب وده له دعوه برمضان؟ نفس الحكايه، نفس الحكايه. ونفس ليله القدر، لو احنا عارفين ليله القدر كنا هنعمل ايه في رمضان؟ ما كانش حد هيخش الجامع اصلا، ويمكن ما كنا وصمنا ليله القدر بس، ما هتجب اللي قبلها بقى. لو احنا مشينا بالمنطق ده ينفع؟ حلو قوي. اديني وقعتكم كلكم. طب لما هو ما ينفعش، احنا عارفين ان الطاعات كلها موقوفه ما بين الارض والسماء، ولا يمكن تتقبل الا اذا كان هناك مسامحه من بين الخصوم. يعني ايه؟ يعني حق ربنا هو حر فيه، صح؟ ان شاء عفا وان شاء عذب، هو حر سبحانه. انما حقي عندك وحقك عندي. ينفع تصلي وتصوم وتروح تعمل عمره وتبقى يعني ما شاء الله في العباده، وليله القدر بقى وقيام ليل وتهجد وقراءه قران وذكر وتسبيح، وانت قاطع للرحم. اوعى يكون حد قاعد في وسطينا قاطع للرحم، اوعى. انا بقول لك من دلوقتي اهو، والله العظيم صلاتك ما هي مقبوله، ولا صيامك مقبول، ولا عباده مقبوله، واعمل اللي انت عاوزه. ايوه بس مش انا السبب. ايوه ما انا عارف ان انت حتى لو انت مش السبب،
حتى لو انت مش السبب. اخوك مقاطعك، انت عامل معاه ايه؟ طب انا اعمل له ايه يا عم الشيخ؟ ما هو مقاطعني، طب انا اعمل له ايه؟ سيدنا النبي يرد عليك يقول لك ايه؟ ليس الواصل بالمكافئ. يعني ايه؟ قاطعني فانا قاطعته، ما انت زيك زيه، يبقى انت زيك زيه. انما الواصل الذي يصل الرحم المقطوعه، هو يقطع وانت توصل. طب عقوق الوالدين، اوعى يكون حد قاعد في وسطينا من اللي موجودين ويبقى عاق الوالدين. واحد حول انا ابويا وامي ماتوا الحمد لله، الحمد لله. طب ادعي لهم. تصدق والله انا ساعات بقول لواحد كده يقول لك الحمد لله ابويا وامي ماتوا يا عم الشيخ، تقول الحمد لله. انا يا الحمد لله، ده الجنه تحت اقدام الامهات. ده انت يا وكستك، ده اذا ماتت الام نادى الملائكه في السماوات العلى فقالت يا ابن ادم اعمل فقد ماتت من كنت تكرم من اجلها. الام، امك ثم امك ثم امك. وعارفين الحديث طبعا في اللي هو بتاع صوم رمضان، اللي هو سيدنا النبي يطلع المنبر الدرجه الاولى، فجه سيدنا جبريل قال له يا محمد رغم انف، يعني وشه اتمرق في التراب، ده هينداس بالجزم. رغم انف رجل ادرك عنده ابواه احدهما او كلاهما ولم يدخلاه الجنه. قل امين، فقلت امين. في الدرجة الثانية رجل رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. في الدرجة الثالثة قال يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الشاهد من الكلام عشان ما اطولش على حضراتكم، ولو ان النهارده نطول زي ما احنا عايزين، مش كده؟ ولا حد هيزعل من التطويل؟ يا مولانا هتزعل من التطويل؟ النهارده التطويل مسامحني زي ما انا سامحتك كنت بتتكلم في التليفون كده واحده بواحده. اصل انا ما بنساش على فكره، شيخ صعب قوي، مع انها كانت في اول رمضان بس ما بنساش. لا هصالحك وابص كل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب. الفكره كلها اوعى تكون من اهل الشكليات.